السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم يوسف الخانقي من قناة جو بروجرامينج في سلسلة جديدة إن شاء الله هنبدأ نطبق فيها على شوية أمثلة لل CSS. طبعا زي ما اتعودنا قبل كده كنا عملنا السلسلة ديت في بلاي ليست للجافا سكريبت وعملنا فيها تطبيقات كتيرة جدا، وكنت بسيب الريبو أو كنت عامل ريبو على الجيت هاب. الريبو دوت كنت بحط فيه الأكواد بتاعتنا. إن شاء الله في السلسلة بتاعة ال CSS هنعمل فيها نفس الكونسبت كده بالظبط. هنعمل شوية تطبيقات في المواقع اللي بنقابلها في حياتنا عامة أو في البروجيكتس اللي بتكون موجودة، ونبدأ نعمل تطبيقات كتيرة بحيث إن يكون ريفرنس ليك لو أنت حابب إنك أنت تعمل تطبيقات صغيرة لو أنت لسه في بداية تعليمك لل CSS. إن شاء الله هتلاقي تحت كل فيديو هتلاقي لينك الريبو، والريبو دوت هيكون فيه كل الفولدرات بتاعة البروجكت بتاعتنا أو بتاعة التاسكات اللي إحنا بنعملها. طيب التاسك اللي موجودة قدامنا دي هي تاسك بسيطة جدا، عبارة عن بانر، والبانر دوت فيه شوية شغل كده هنبدأ إن إحنا نشتغل عليه إن شاء الله النهاردة، ونمشي التفاصيل بتاعتنا واحدة واحدة. طيب أول حاجة هتيجي في بالك هتقول إيه الأبلكيشن اللي أنت فاتحه قدامك دوت، وليه الديزاين موجود هنا؟ ليه هو مش في صورة وإحنا بناخد الصورة ديت ونشتغل منها؟ الديزاين اللي موجود قدامك ده بيتعمل على حاجة اسمها فيجما أو إكس دي. فيجما أو إكس دي هي تول بيستخدمها اليو أي ديزاينر عشان يبدأ يطلع لينا اللاندنج بيج أو البروجكتس اللي إحنا بنشتغل عليه، وبنبدأ إحنا كفرونت إند ناخد المقاسات من الراجل ده. ولكن أنا مش هدخلك خالص في التفاصيل دي كلها، لأن بإذن الله تعالى هنبدأ نعمل سلسلة كبيرة جدا نتكلم فيها إن شاء الله عن الفيجما دي وطريقة استخدامها بالنسبة لنا إحنا كفرونت إند ديفلوبر. ولكن إحنا هنبقى شايفين بس الديزاين قدامنا كده عشان نبدأ ناخد بس منه الشكل مش أكتر، ونعرف نطلع حاجة شبه اللي موجودة عندنا دي. هنعتبر ده إن هو ديزاين عادي جدا موجود قدامنا كصورة وإحنا بنحاول نقلده. طيب إحنا كل اللي محتاجينه إيه قدامنا في الديزاين ده؟ هنحتاج إن إحنا ناخد الصور اللي موجودة، هنحتاج ناخد الألوان اللي موجودة، هنحتاج ناخد شوية حاجات كده زي الفونت فاميلي زي الحاجات دي كلها. طيب كل الكلام دوت أنا مجهزه، وده هتلاقيه عندك في الريبو جاهز وكل حاجة تمام. زي إن أنا عملت الروت بتاعتي، الروت ديت فيها الحاجات اللي إحنا محتاجين نستخدمها زي المين كولر بتاعنا، زي الكولر الوايت هيكون موجود معانا، البوردر هيكون ثابت معانا، الفونت فاميلي بتاعنا اللي هو اوتفيت. طيب احنا اول حاجه محتاجين ان احنا نعملها، طبعا برضو رحت هنا بنيت الاستراكشر الاساسي بتاعي وما عملتش اي حاجه. احنا اسم البروجكت بتاعنا اسمه ميجا بوت، فهنسمي التايتل بتاعتنا ميجا بوت بالشكل ده. وهنيجي هنا نقول له لينك ونلينك السي اس اس بتاعنا اللي هو المين، وتعالى نعمل كومنت كده ده مين سي اس اس ستايل شيت. طيب وبعد كده هنحتاج إن إحنا يكون في عندنا شوية أيكونز طبعًا زي الأيكون بتاعة الplay دي، فنحتاج إن إحنا ناخدها معانا، فممكن نلجأ إن إحنا نشتغل بأي مكتبة أو بأي حاجات من اللي بتجيب لي الأيكونز بتاعتي، ممكن نستخدمها كصورة، مش هنختلف في النقطة دي. ولكن لو إحنا هنشتغل على مكاتب من اللي موجودة فعندنا bootstrap icons بالشكل ده، وعندنا font awesome icons بالشكل ده. طبعًا font awesome هنا ده أنا باجيب الCDN بتاعه عشان مش هاربط الفايلات عشان هتاخد مني وقت، فأنا حابب إن أنا أنجز، وكنا اتكلمنا عن فكرة إيه الفرق ما بين الCDN وإن أنا أربط الفايلات بتاعتي offline أو تكون موجودة عندي في الproject. ولكن هنا عشان أنا بس حابب أنجز الdesign بتاعي عشان تفهم الفكرة، فمش محتاج إن أنا أربط الفايلات دي offline، فممكن نشتغل بالمكتبة بتاعة الfont awesome، وممكن نشتغل بالمكتبة بتاعة الbootstrap icons. تعالَ نجرب حاجة جديدة كده ونشتغل على الbootstrap icons. هل أنا محتاج إن أنا أكون متعلم bootstrap؟ لأ. مش محتاج منك خالص إن أنت تكون متعلم بوتستراب، لأن دي مكتبة هي معتمدة على شوية أيكونز أنا باخدها منه، وبتبقى عبارة عن أكواد أصلا هو بيديها لي جاهزة أنا باخدها أحطها عندي في البروجكت. طيب لو أنت جيت بصيت كده هتلاقي بيقول لك لو أنت عايز تعمل لها انستول فبتقدر تعمل لها انستول عن طريق الام بي ام. ده في حالة لو أنت شغال جوه فريم ورك أو عايز تنزلها عندك في البوت أو تنزلها عندك يعني في البروجكت بتاعك عن طريق باكج، أو لو أنت شغال في حاجة نود موديولز فتقدر تنزلها as باكج. ولكن احنا مش هنعمل كده، احنا هنلاقي فيه عندنا انستول اهو، طبعا الايكونز بتاعتنا كلها هي تقدر تفلتر او تسيرش عن طريق الايكون اللي انت محتاجه. هندوس على كلمه انستول كده هينزلنا تحت، هتلاقي ان فيه بيقول لك لو انت عايز تنزلها كاوفلاين فبتنزل الليتست بتاعتها اخر فيرجن موجود، يا اما بتبدا تشتغل بيها كسي دي ان. والسي دي ان مديك منه نوعين، لو انت تشتغل بيه كامبورت سي اس اس لان انت ساعات بتحتاجها
كcontent في الafter بتاعك، فممكن تربطها كCSS عندك، وممكن تربطها كHTML لأن أنت بتحتاجها كtags. فإحنا هنحتاجها كtags، فأنا هاخد الراجل ده كده من هنا copy على الicon اللي كانت موجودة هنا، وهاجي في الproject بتاعي هاخليها في الحتة دي. طيب ليه بنحطها هنا فوق كده؟ كنا اتكلمنا في الكلام دوت قبل كده في حتة إن الستايل بتاعي دايما بيكون هو آخر حاجة تحت، عشان لو أنا هعمل اوفر رايت على أي مكتبة يكون الموضوع بالنسبة لي سهل. وكنا شرحنا الفكرة بتاعت السي اس اس، ولو انت لسه بتبدأ في السي اس اس وما تعرفش يعني ايه اصلا سي اس اس، هسيب لك الرابط بتاع الكورس اللي انا عملته، وده كان كورس لامم كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها في شغلنا في السي اس اس. طيب تعالى هنا كده نقول له ان احنا دوت مثلا بوتستراب ايكونز لينك بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده اللي محتاجين نعملها ان احنا نشتغل على الفونت فاميلي بتاعتنا، واللي هو موجود واسمه اوتفيت. فانا هروح لجوجل بالشكل ده واقول له هات لي جوجل فونتس اللي موجوده عندك، وتعالى ندور على اوتفيت فونت اللي موجود. طيب اوتفيت فونت موجود عندي، فالحمد لله انا اعمل له امبورت من جوجل فونت والدنيا هتبقى تمام. لو مش موجود بنحتاج ان احنا ندور على الفونت وننزله عندنا ونبدا نربطه جوه البروجكت بتاعتنا عن طريق الفيس فونت، ودي مرحله ممكن نبقى نشرحها ان شاء الله في البروجكت قدام لو الفونت مش موجود عندي. بعد كده هنيجي هنا نختار شويه الفونتس اللي احنا محتاجينها، زي ان انا عايز السلكت سين دوت انا هاخده معايا اللي هو ارفع حاجه موجوده، وفي اللايت ممكن ما نحتاجش ال 100 دوت، وهاخد 400 معايا، وهاخد ال 500، وهاخد ال 600، وهاخد ال 700. خلي بالك وانت بتسلكت الفونتس ساعات بتلاقي الايتاليكس ما تاخدش اي حاجه ايتاليك موجوده معاك. عندي طريقتين اقدر اربط بيهم الكلام ده. قال لك لو انت هتربطه عن طريق اللينك وده بتربطه في HTML، فبتروح تاخد الراجل دوت تربطه، يا اما بتربطه عن طريق السي اس اس عن طريق الامبورت، او اللي هي ات امبورت. فانا هقوم واخد الات امبورت دي كده بالشكل ده. طبعا هو هنا عاملها لك ما بين تاج ستايل عشان يعرفك ان ده بيتكتب في الستايل. وهروح هنا كده واقول له تعالى افتح المين بتاعي دوت، وتعالى هنا فوق الروت كده ويحط اللينك ده. طيب فكده انا ربطت الفونت دوت بقى موجود معايا وعامل جلوبال فونت بالشكل ده. فاحنا ممكن كل اللي نعمله كده نقول له ان انا عايز جوه البودي بتاعي دوت فونت فاميلي، واختار فاريبل واقول له هات لي الاوتفيت فونت. طيب تعالى كده نعمل تيست صغير كده ونقول له هنا هلو حاجه. تعالى نعمل جو لايف بالشكل ده كده. طيب لو انا عملت لك زوم ان كده وجيت بصيت على شكل الفونت دوت، ده الفونت بتاع الاوتفيت بتاعنا. لو انا جيت هنا في السي اس اس بتاعي كده رحت عامل ده كومنت، هتلاقي ان الفونت الاساسي بتاعك شكله واضح جدا، اللي هو بيكون الديفولت اللي موجود في البراوزر بتاعنا. طيب فاحنا هنرجع ده كده كده انا الفونت بتاعي شغال والدنيا زي الفل. محتاج اعمل ايه تاني، او ايه ضمن الحاجات اللي انا محتاج ان انا اثبتها معايا عشان قبل ما ابدا اكتب اي اكواد، ان انا اتاكد ان الصور بتاعتي كلها تمام وكل حاجه جاهزه. كده انا بالنسبه لي جاهز ان انا ابدا. طب ايه الحاجات التانيه اللي احنا محتاجين نعملها بالنسبه لشويه الاساسيات بتاعتنا؟ طبعا احنا اول ما بنبدا البروجكت بتاعنا زي ما انت واخد بالك كده بيكون كل حاجه من الناحيه دي متصفره، او يعني في ديفولت موجود فيها، فاحنا عايزين نصفر كل الكلام ده. فكل اللي انا هاجي اعمله ان انا هقول له هات لي الاستريك بتاعتك، صفر لي البادنج، هات المارجن صفره لي، خلي البوكس سايز بوردر بوكس. طيب فكده احنا بدأنا الموقع بتاعنا من الأول. ال H1 بتاعتنا أو التكست ما بقاش واخد بادنج ديفولت، والحاجات دي كلها ظبطناها وبقت الدنيا بالنسبة لنا زي الفل. طيب احنا ممكن بس ناخد ده كده نخليه هنا كده في الأول، ما فيهوش أي حاجة مش هنختلف، ولكن بس كتظبيط الدنيا بس. بعد كده هنجيب ال LI بتاعتنا نقول له هات الليست ستايل بتاعتها خليها ب نون، بحيث إن هو مش عايزين البوليتس اللي بتكون موجودة. طيب الحاجة التانية إن إحنا عايزين الأنكر تاج بتاعتنا تكون list او تكست ديكوريشن بقى، ونخلي التكست ديكوريشن بتاعتنا بنن عشان مش عايزين ان هو يحط لي الخط بتاع التكست او بتاع اللينك بتاعنا. طبعا برضو الديفولت بتاع اللينك بيكون لونه ازرق، فاحنا عايزين نخلي اللينك بتاعنا باللون الابيض، فنقول له color var white بالشكل ده. في ايه تاني محتاجين نظبطه او ممكن نلجأ له؟ هيكون عندنا فيه كونتينر، فنقول له هات لي الكونتينر بالشكل ده كده. خلي الكونتينر بتاعك واخد بادنج اللاين، والبادنج اللاين ده يعني بادنج يمين وشمال او على محور الاكس، وفي عندي بادنج اللاين اند وبادنج اللاين ستارت، وده بيبقى على حسب الاتجاه بتاعك. الاند بيكون عكس الاتجاه اللي انت شغال فيه. طيب فاحنا نقول له بادنج اللاين بتاعي احنا ممكن نثبته حتى هنا كده، نقول له
مثلا هنا داش كده، نقول له هنا داش داش بادنج داش inline، ونخلي البادنج اللاين بتاعنا يكون حوالي مثلا 6 رم بالشكل ده. طبعا هنشتغل بوحدة الرم، فهنقول له هنا فور البادنج اللاين بتاعي يكون ده كده. انا الكونتينر بتاعي واخد بادنج لاين، وفكرته هنا بدل ما ادي ويتس واقول له مارجن اوتو، فلا انا هدي بادنج، ده بيكون افضل كتير من الويتس. النقطة اللي بعد كده احنا محتاجين بقى نبدأ ندخل نكتب اكواد بتاعتنا. تعالى برضو هنا كده نجمع كل الكلام ده ونكتب هنا مثلا ستارت او جلوبال ستايل بالشكل ده، ونيجي هنا نقول له ستارت بانر هنا بالشكل ده. طيب تعالى كده هنيجي في الحتة دي، تعالى نبص كده. لو انا بصيت في الحتة دي هلاقي ان انا عندي ناف بار، وهلاقي عندي بعد كده السكشن بتاع البار. فاحنا كل اللي احنا هنعمله هنيجي نقول للراجل ان انا عندي فيه ناف بار بالشكل ده، والناف بار بتاعي ده هيكون متقسم لشوية حاجات. اول حاجة جواه الكونتينر بتاعنا عشان الكلام ده يمشي جوه الكونتينر زي ما احنا عارفين. طيب وبعد كده ابدا ان انا ابني الاستراكشر بتاعي من جوه. طيب الاستراكشر ده هيكون عباره عن ايه؟ لو احنا جينا بصينا في الديزاين بتاعنا ده كده هتلاقي ان هو عباره عن في اللوجو بتاعي وفي اللينكات وفي الزرار. فاحنا ممكن نقول له هنا كده ان انا عندي هنا دوت لوجو، ونعمل ضيف تانية نسميها منيو، ونعمل ضيف تالتة نسميها بي تي ام، او نسميها مثلا ناف بي تي ام. كده انا خلصت يعتبر الاستراكشر الاساسي اللي موجود اللي انا محتاجه، ومش محتاج اعمل اي حاجه تانية غير كده، ان احنا ندخل بعد كده نحط بقى جواه الحاجات اللي احنا محتاجينها. طيب لو احنا جينا بصينا كده للوجو، اللوجو ده عباره عن ايه؟ عباره عن صوره، فهنقول له الايمج بتاعتك، واقول له دوت سلاش اسيتس سلاش ايمجز سلاش اللوجو اللي موجود بالشكل ده. وتعالى هنا برده الالت نكتب هنا لوجو، وده برده عشان حته الاي سي او لازم الت نملاها هنا او يكون فيها كونت. طيب لو رحنا دلوقتي بصينا كده هتلاقي ادي اللوجو بتاعك بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نعمل شويه لينكات. اللينكات بتاعتي دي هتبقى عباره عن شويه كلام كده زي ما انت شايف. طيب بس انت لو خدت بالك كده هتلاقي ان الكلمه او كل كلمه موجوده قبلها في بولت كده. طب البولت دي موجوده فين؟ هل البولت دي بتاعه ال اي؟ لا، احنا بنتحكم فيها عن طريق الافتر والبيفور. تعالى كده خليك ماشي معايا واحده واحده. هنيجي هنا نقول ان احنا هنعمل ليست. الليست دي هيكون جواها ال اي، والال اي دي هيكون جواها ايه. والايه بتاعتي دي بقى ممكن نملاها دلوقتي، مش هنملاها، نحط فيها هاش، مش هتفرق معايا ايه دلوقتي لان انا مش محتاج. واقول له هنا هوم، وهاخد ال اي دي هكررها 2 3 4 5. وبعد الهوم كان عندي في شات، في سيرفيس، في برايسنج، في كود. فتعالى نقول له كده هنا شات سيرفيسز او سيرفيس برايسنج كونتنت. كده احنا نبقى خلصنا المنيو بتاعتنا. تعالى نقفلها كده، مش محتاجين منها اي حاجه. وبعد كده نخش للراجل ده ونقول له ان احنا عايزين نعمل بوتون. البوتون ده فيه لوجن ناو بالشكل. طيب لو رحنا بصينا دلوقتي كده هتلاقي ان انت يعتبر خلصت كل الحاجه الموجوده عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. ايه اللي احنا محتاجين نعمله بعد كده؟ طبعا الدنيا في الاول مش هتكون واضحه ليك لان انت عامل الديزاين او مظبط مثلا الوان زي اللي انت شايفه قدامك. طبعا احنا عاملين زوم ان تقريبا حوالي كان 300، فنرجعه تاني بالشكل ده هتلاقي ان كل حاجه بالنسبه لك كده مظبوطه شويه، ولكن في شويه حاجات مش باينه بالنسبه لك. انا عملت كنترول ايه بس عشان اعمل سيلكت اول على الشكل اللي موجود قدامك عشان تبقى شايفه بس قدام عينيك. طيب احنا محتاجين نعمل ايه بقى بعد كده؟ تعالى بس هنعمل حاجه بسيطه كده في الاول بس عشان نظبط الدنيا دي. هنقول له كده مثلا باك جراوند كلر ريد، طبعا اي لون بس بحيث ان انت تبقى فاهم يعني شايف الدنيا بس واضحه قدامك كده، عشان نبدا دلوقتي نظبط بس اللي اوت بتاع الناف بار، وبعد كده نبقى نشيل الباك جراوند دي. ودايما انا بحب اعمل كده يعني في كل سيكشن مثلا شغال فيه بحب اعمل الحركه دي بحيث ان اكون شايف الكونتنت او اشوف الاليمنت بتاعي مساحته فين. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ تعال نقول له بقى هنا ستارت ناف بار، وتعالى هنا نسلكت الناف بالشكل ده. طيب هل انت الناف محتاج تعمل فيه اي حاجه؟ لا سيبه دلوقتي مش محتاجه. احنا ممكن نقول له هات الناف
وهات لي الدوت كونتينر اللي موجود جواه. فانا كده ماسك الكونتينر اللي موجود جوه الناف بار، يعني ماليش علاقه باي كونتينر تاني جلوبال. انا كده طالما سلكت الكونتينر بناء على الناف بار اللي موجود ده، انا كده ماسك الكونتينر بتاع الناف بار. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ اول حاجه انت هتفكر فيها ان انت محتاج تجيب كل العناصر دي جنب بعض، والعناصر دي جوه ال HTML لو انت بصيت هتلاقيها كلها سيبلينج، يعني كلها اخوات للكونتينر. بص كده، يعني هنا الكونتينر ده وهنا دول كلهم عباره عن ايه؟ عباره عن اخوات، وده الاب بتاعهم. فالاب ده يقدر يتحكم في الاخوات بتاعته عن طريق الفليكس، فممكن نيجي نقول له هنا كده تعالى هات الكونتينر اديله ديسبلاي فليكس بالشكل ده، ونديله justify content space between عشان توزع المسافات بتاعتك كلها في النص. ولو جينا بصينا كده هتلاقي ده الشكل المبدئي اللي احنا محتاجينه. طيب هتيجي تقول لي بعد كده اللينكات بتاعتك دي برضو نفس الفكره احنا عايزين نجيبها جنب بعض. طيب تعالى نروح نشوف مين البيرنت بتاعها. لو انا دخلت جوه المنيو كده هتلاقي ان المنيو دي فيها يو ال، واليو ال دي بيرنت لل اي بتاعتي اللي انا عايز اجيبهم جنب بعض اهو. بص كده لو قفلنا كل الكلام ده تلاقي هم دول اللي انا محتاج اجيبهم جنب بعض. يبقى انا هروح اندع على مين؟ على المنيو دوت او دوت المنيو، هات لي اليو ال اللي جوه. فهنقول له هنا كده دوت المنيو، هات اليو ال اللي جواك اديها ديسبلاي فليكس بالشكل ده. تعالى كده نروح نشوف هتلاقي ان كده الدنيا عندك اتظبطت. طيب بس انت لو خدت بالك كده مش هتلاقيهم الايند مع بعض، هم مش ماشيين مع بعض. طب ليه مش ماشيين مع بعض؟ انا محتاج بس كل اللي انا اعمله ان انا اقول له اللاين ايتمز سنتر بالشكل ده عشان يبداوا يتظبطوا بالمنظر اللي انت شفته ده. لو انت خدت بالك كانوا لازقين في الحواف شويه كده. طيب الحاجه التانيه اللي احنا محتاجين نعملها وهي ان انا ابدا اوزع المسافات ما بين العناصر ال اي بتاعتي دي. طيب لو انت جيت بصيت كده هتلاقي في فرق واضح ما بينهم كده. طيب اللي هو جاب، احنا ممكن نستخدم الجاب بلاش المارجن في الحته ديت. فممكن نقول له هنا بما ان انا بستخدم الديسبلاي فليكس فممكن نقول له هنا جاب بالمنظر ده، وخلي الجاب مثلا حوالي 2 رم، فهتلاقي ان العناصر بتاعتك بعدت بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب الحاجه الثانيه احنا ممكن نخلي اليو ال بتاعتنا دي، روح هات الايه بتاعتنا اللي جواها وخلي الفونت سايز بتاعها حوالي مثلا 1.5 رم عشان يبقى ده الشكل اللي موجود قدامك. طيب محتاجين ايه تاني؟ طبعا احنا محتاجين ان كل عنصر من دول هيكون ناحيته او في جزء كده موجود عنده اللي هو البوليت اللي موجوده دي. والبوليت دي بتكون موجوده لما بيكون العنصر بتاعي اكتف او لما بهوفر عليه. طيب فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ انا دلوقتي محتاج ان انا اعمل كلاس اسميه اكتف، وطبعا الكلاس ده هيكون جلوبال او اكتف بالشكل ده. ايه الاكتف ده وظيفته ايه؟ انا مش عايز احط فيه اي حاجه، انا هروح بس اديلي الهوم بتاعتي. فاقوم جاي هنا كده واقول له هنا كلاس اكتف بالشكل ده. طيب كده اول عنصر عندي واخد الكلاس اللي اسمه active. طب انا ده وظيفته ايه؟ بص كده لو انا جيت اديت لي ده باك جراوند كده مثلا ريد، او بلاش بقى ريد نقول له بلو. بص كده ايه اللي هيحصل؟ خد العنصر البلو. خد العنصر البلو ده ليه؟ لان هو عليه الكلاس الاكتف. انت برضو هنرجع تاني للنقطه، انت ليه عملت حاجه زي كده؟ انا عملت حاجه زي كده لان انا دلوقتي هحتاج الجزء دوت هنا. يعني على سبيل المثال كده انا هدخل جوه المنيو بتاعتي واقول له هات لي الكلاس الاكتف اللي موجود. طب انت عايز تعمل ايه في الكلاس الاكتف اللي موجود دوت؟ كل اللي انا عايز اعمله ان الكلاس الاكتف اللي موجود ده هديله بوزيشن ريلاتيف عشان ابدا اعمل حته البوتون او حته البوليتس اللي موجوده دي. وبرده همسك الاكتف ده في الاول كده. على كده نقول للاكتف ده روح هات ال اللي جواك واديها الكلر بتاعك يكون الفار مين كلر، بحيث ان الموضوع يبدا يوضح قدامك شويه. هتلاقي ان ده خد المين كلر بتاعه وبدات الدنيا تكون واضحه شويه. ايه الفكره بقى اللي احنا عايزين نعملها بعد كده؟ ان انا هبدا اجيب الاكتف دوت واعمل له افتر او بيفور. هقوم جاي هنا قايل له كده هات الافتر بتاعك بالمنظر ده، واعمل لي هنا كونتنت. والكونتنت مثلا تعالى نكتب فيه اي حاجه. لو انت جيت بصيت دلوقتي هتلاقي ان الاس اس دي ظهرت على ناحيه اليمين، فاحنا ممكن نخليها هنا بيفور عشان تبقى قبل العنصر بتاعي فتبقى بالمنظر ده. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاج ان انا اجي هنا وابدا اعمل البوليت بتاعتي او الدوت بتاعتي اللي بتكون موجوده. طيب الدوت دي احنا ممكن لو انا جيت عملت مثلا دوت بالمنظر ده كده، دي اللي هي النقطه او الدوريه اللي احنا محتاجينها بالمنظر ده. طيب ممكن نعمل ايه تاني بعد كده؟ نقول له هنا فونت سايز 1.5 رم عشان تكون بنفس مثلا الحجم ده. طيب هتقول لي ان ديت اصلا مش، يعني ده مش تكست صح كده؟ طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ نقول له مثلا نديله ويدث، وممكن بقى ساعتها نشيل النقطة اللي موجودة دي أصلا نخلي الكونتنت فاضي، ونقول له أنا عايز أديلك ويدث مثلا نص رم، ونديله هايت نص رم. على كده نقول له دوت هايت
نص ريم، ونديله بوردر راديوس 50%، ونديله باك جراوند كلر فار المين كلر بتاعتي. طيب انت هتقول لي طب هو الراجل ده ما ظهرش ليه او ما بقاش موجود معانا ليه؟ بص، لو انا جيت مثلا فتحت انسبكت كده على العنصر عندي كده، انا عايز برضه اوريك عشان تكون فاهم الدنيا وتكون واضحه بالنسبه لك، ما يبقاش فيها اي حاجه ناقصاك. لو احنا جينا بصيت كده وجيت بصيت على ال اي بتاعتي، هتلاقي ان في عندها عنصر موجود هنا اسمه ايه؟ بي 4. طيب بص البي 4 بتاعي كده، هو واخد ويدث واخد هايت واخد بوردر ريديوس، بس الويدث والهايت بتوعي مالهم؟ مش موجودين. تعال نقول له هنا بوزيشن ابسوليوت. بص مجرد ما انا اديته بوزيشن ابسوليوت، ايه اللي حصل؟ بدا ان هو الويدث والهايت بتاعي يتقري معايا. بص كده، وبدات تظهر بالمنظر اللي انت شايفه. فبس كل الفكره ان انا اي افتر او بيفور لازم يكونوا واخدين بوزيشن ابسوليوت بالنسبه للبيرنت بتاعهم عشان يبدا الكونتنت بتاعي يظهر. ده في حاله لو انت ما عندكش اي حاجه هنا، او في حاله ان انا قايل له الكونتنت بتاعك فاضي. طب لو في تكست ممكن ما تحتاجش ان انت تديله بوزيشن ابسوليوت. طبعا بنحتاج نديله ابسوليوت عشان نبدا نحركه على حسب الاتجاه اللي احنا عايزينه. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نخليه في الليفت زيرو ونخليه في التوب زيرو بالمنظر ده. هتلاقيه بالشكل اللي انت شايفه ده كده، ده الزيرو، ده الزيرو بتاعه بالمنظر اللي موجود هناك ده. طيب احنا عايزين دوت ولا احنا عايزينه يكون في النص؟ طيب احنا عايزينه يكون في النص بالنسبه للتوب، فهنقول له هنا 50% بالشكل ده كده، ولو جيت عملت 50% هتلاقيه نزل بالشكل اللي انت شايفه ده. وفي الليفت كده احنا ممكن نخليه يبعد بسالب 1 ريم بالمنظر ده عشان يبقى ده شكل. بس هتقول لي العنصر ده كده مش في النص، احنا محتاجين نسنتره يبقى ماشي الايند مع الهوم بتاعتي. فكل اللي احنا محتاجين نعمله نقول له ترانسفورم ترانسليت، ونقول له هنا، بس طبعا الترانسليت بتاعي يكون على التوب بس، يعني على الواي بس، لان انا هنا شغال على الواي اكسس. فهقول له هنا هيكون سالب 50% بالشكل ده. فهتلاقي هنا كده السالب 50% بتاعتك بالنظام. فاحنا كده قدرنا ان احنا نستفيد بالجزء بتاع الافتر بيفور في ان انا اعمل الشكل بتاع البوليت اللي موجود. طيب إحنا محتاجين نعمل إيه بقى دلوقتي؟ أنا محتاج لمّا أhover على كل عنصر من دول يبدأ يتحط عليه نفس الI اللي موجودة. طب ده ممكن أعمله إزاي؟ أنت دلوقتي بتhover على مين؟ بتhover على الUL صح كده؟ فإحنا كل اللي إحنا محتاجين نعمله إن أنا دلوقتي ما بقاش عندي الactive class ده، يعني الactive class ده ما بقاش بيتحط على يعني أنت دلوقتي محتاج مثلًا لمّا تhover عليه ممكن نعملها بالJavaScript. الجزء ده ممكن يتعمل بالJavaScript، ده هيكون أسهل من الخطوة اللي أنا هاعملها معاك دلوقتي. وممكن نعملها بالCSS، بإن أنا هاعمل نفس اللي أنا عملته للActive هاعمله للLI، نفس الكلام. لأن أنا دلوقتي عندي دول كلّهم عناصر LI مش كلّهم عليهم الActive. فإحنا ممكن نعمل إيه بقى دلوقتي؟ أنا نفس اللي عملته في الحتة دي كده، هاقوم جاي هنا واخد ده مكرره مرة كمان، وأقوم قايل له هنا LI، وهاقوم جاي واخد نفس الكلام ده كده ومكرره برضه مرة كمان فوق، وهاخلّي دوّة LI، وتعالَ برضه نشيل الدوت ديّة من هنا. لو انت جيت بصيت دلوقتي كده هتلاقي كلهم بقوا واخدين نفس الافتر او نفس البيفور اللي احنا عملناه، بس انت مش عايزها تظهر. انت عايز لما تهوفر على ال اي، بص كده لما تهوفر على ال اي بتاعتك، هات بص كده لما نهوفر، هات مين؟ هات البيفور، هات البيفور. طب عايز تعمل ايه في البيفور؟ احنا ممكن ننزل هنا في البيفور ده نخلي الاوباستي بتاعته بزيرو، هتلاقي كده مش ظاهر معاك. ولما تهوفر عليه خلي الاوباستي بتاعته، بس عشان كده نظبط بس اللاين بتاعنا تلاقيه بالشكل ده. بص لما بهوفر دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ البوليت بتاعتي بتظهر بالشكل ده. طيب وبعدين محتاج بس ان انت كل اللي هتعمله ان انت ال اي بتاعتك اللي بيحصل عليها تغيير دي، او البيفور بتاعتك اللي بيحصل عليها تغيير دي، تديها بس ترانزيشن كده عشان يكون الموضوع سموز معانا شويه، وممكن نخليها لينير بالشكل ده او از ان اوت اي حاجه بالمنظر ده. طيب ايه تاني محتاجين برضو نعمله؟ ان انا عندي اللون بتاع بتاع اللينك بتاعي بيتغير. يبقى احنا كل برضو اللي احنا محتاجين نعمله ان انا لما هوفر على الراجل ده، مش بقى هروح اجيب البيفور، لا ده انا هروح اجيب الايه اللي موجود، وهتخلي الكلر بتاعها باللون الفار مين كلر اللي موجود عندي. لو انا رحت دلوقتي عملت كده هتلاقي ده المنظر بتاعنا بالشكل ده. وبرده نفس الفكره كده انا بغير في الانكور تاج بتاعتي، فانا بس كل اللي محتاج اعمله ان انا هاخد نفس
الترانزيشن ده واطلعه عند الايه عشان يبقى برضه هي كمان سموث بالنسبه لي. فلو احنا جينا دلوقتي عملنا كده هتلاقي ده نفس الشكل اللي احنا محتاجينه بالظبط. طبعا هنا انا بس في جزء كده صغير ان انت هنا الافتر بتاعت ال اي طبعا بتاعتك هنا سبقت. يعني بص كده ايه اللي حصل، انت الاكتف بتاعتك البولت اللي عندها اتشالت صح كده. طب هتقولي ليه اتشالت؟ لان انت لما جينا فين في ال اي بتاعتنا اللي هي في البيفور بتاعت ال اي قلنا له ان انت عايزينك تعمل ايه؟ عايزين نخليها الاوباستي بتاعتها زيرو. طيب خلي بالك ان ال اي هي نفسها الكلاس اكتف. انت بس كل اللي انت محتاج تعمله ان انت هتيجي هنا كده تقول له الاوباستي بتاعتك بواحد عشان دي تبقى دايما ظاهره بس معاك. انت مش محتاج اكتر من كده. انا عايز ده دايما يبقى ظاهر ما يتاثرش باللي موجود فوق. يعني ما تاثرش بنفس اللي واخده ال اي. بس دي كل الحاجه اللي احنا كنا محتاجين نعملها. كده دلوقتي انت لما بتهوفر على دول الدنيا معاك تمام والاكتف بتاعك شغال والدنيا زي الفل. جزء تاني محتاجين نعمله كده ان احنا هندي للراجل ده هايت. والهايت بتاعنا يكون مثلا حوالي 3 فريم بالشكل ده. او بلاش بقى ممكن هايت احنا ممكن نديله بادنج بلوك. والبادنج بلوك ده يعني فوق وتحت ونقول له بادنج بلوك مثلا 2 فريم بالمنظر ده عشان يبقى ده الشكل بتاعه. فكده الناف بار بتاعي اتظبط شويه. طيب تعال نروح نظبط الفكره بتاعه البوتون. البوتون بتاعي هنيجي نقول له هنا هات لي الناف بار بالشكل ده. وتعالى نقول له هات الناف بار بي تي ان او الناف بي تي ان. هات لي البوتون اللي جواه. اول حاجه تدي له ويتس يكون بيفيت الكونتنت عشان يبقى على قد المساحه اللي موجوده. طيب تاني حاجه هتقول له الباك جراوند بتاعتك. انا الباك جراوند بتاعتي انا حقيقي مش فاكر هي اللون بتاعها ايه. فبس انا هاخدها هنا من الديزاين. مش عايزك تشغل دماغك خالص باللي انا بعمله ده. الفكره كلها دي مش محتاجها انت دلوقتي. فادي اللون بتاعنا بالمنظر ده. طيب تعالى كده نروح نشوف. هتلاقي ادي اللون اهوت زي ما انت شايف كده. ايه النقطة التانية اللي محتاجين نعملها؟ ان انت لو رحت بصيت هتلاقي ان عندك الكلر بتاعك باللون الابيض. فهنقول له هنا ان انا عندي الكلر وهيبقى var white بالشكل ده. تاني حاجة محتاجين نعملها ان انا هقول له هنا بادنج المنظر ده واقول له 6 من 10 ريم فوق وتحت وواحد واتنين من 10 ريم يمين وشمال. تعال نبص هتلاقي ده كده الشكل بتاعه. طيب ايه تاني بعد كده محتاجين نعمله؟ ان انا هقول له هنا البوردر بتاعك هيكون فار البوردر اللي احنا عاملينه فوق عشان يكون التخانه بتاعته اصغر شويه من اللي موجود عندنا. طيب خلي بالك ان اللون ده مش نفس اللون اللي موجود ودي هنظبطها دلوقتي. بعد كده محتاج بس تديله هنا بوردر كلر كده لان انا البوردر فوق اللي مظبطه بالنسبه للسايز بتاعه وبالنسبه لنوعه. لكن مش مظبط الكلر بتاعه. فالكلر بتاعه يبقى فار المين كلر بتاعنا. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ هحول ده بس الار جي بي. هاجي ادوس هنا ده كده مره كمان تحول الار جي بي. هاجي بس اعمل هنا كده ار جي بي اي واجي في الاخر خالص اقوم قايل له ان انا دوت هيكون 2 من 10 الاوباستي بتاعته. فهتلاقي ده الشكل بتاعه. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ نقول له بوردر ريديوس هيكون حوالي 6 من 10 بالمنظر ده. 6 من 10 ده كتير قوي ممكن نخليه 3 من 10 رم يكون افضل شويه. كده احنا يعتبر خلصنا ولكن في شوية حاجات محتاجين نظبطها زي ان احنا ممكن الفونت سايز بتاع اللوجن طبعا محتاجين نظبطه. فتعالى نقول هنا فونت سايز 1.6. ممكن برضو نخلي البادنج بتاعنا دوت يكون أكبر شوية نخليه 8 من 10 وهنا 16 أو 13 مثلا بالشكل ده. طبعا نخليه برضو كارسر بوينتر عشان يبقى معروف لليوزر إن دوت مكان هو بيدوس عليه. تعالى بقى لو انت دلوقتي كده شلنا الريد طبعا الدنيا بتاعتنا تتظبط وكل حاجه بس احنا مش محتاجين نشيل الريد ده دلوقتي. تعالى نقول بقى ستارت بانر بالشكل ده ونظبط الجزء اللي جاي وبعد كده نشيل اللون اللي احنا عاملينه. كده الناف بار بتاعي خلص فنقول له هنا بقى سيكشن وجوه السيكشن ده نديله كلاس بانر بالشكل ده. وجوه البانر ده هنقول له كونتينر. جوه الكونتينر هنبدا نحط الكلام بتاعنا. بس كل اللي انا محتاج اعمله ان انا هاجي هنا الاول امسك البانر ده اقول له هات البانر اعمل له باك جراوند وهنقول له URL والURL دوت سلاش هات لي الايمجز هات لي البانر بتاعتي تقريبا هي دي.
وبعد كده نديله مينيمم هايت، المينيمم هايت بتاعي يبقى 100 في اتش بالشكل. لا هي ما طلعتش ديت، مش دي البانر بتاعتنا. هنقول له سلاش سلاش بالشكل ده. وبعد كده تقريبا احنا مش واخدينها معانا هنا في الديزاين. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ ان احنا محتاجين نخلي آه الناف بار بتاعنا ده. طبعا لو انت خدت بالك كده هتلاقي فيه سكرول، السكرول ده عشان الراجل ده واخد مساحة والراجل ده واخد مساحة، فاحنا عايزين بس نخلي دوت يطلع فوق الجزء اللي موجود عندنا. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ نطلع كده على الناف بار بتاعنا ده ونقول له بوزيشن فيكسد، ونقول له ليفت 0 ورايت 0 عشان نخليه يبقى يمين وشمال بالشكل دوت كده. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعمله بعد كده تاني؟ ان انت محتاجين بقى نظبط الجزء اللي موجود عندي في الحتة دي. طب تعال نشوف كده البانر محتاجة مننا ايه. لو احنا رحنا بصينا في الديزاين كده هتلاقي فيه الهيدر تكست بتاعي، وبعد كده فيه باراجراف، وبعد كده فيه جزء موجود عندي، وبعد كده الصورة اللي موجودة دي وشوية الايكونز اليمين وشمال بالشكل ده. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ تعالى نظبط حتة الصورة الأول، أو بلاش بقى، تعالى نمشي واحدة واحدة عشان ما تتلخبطش. تعالى نعمل أول الجزء اللي موجود عندي ده. تعالى كده نيجي هنا ونقول له دوت هيدر، أو نسميها بانر داش هيدر، وجواها نكتب مثلا H2 بالمنظر ده كده، ونبدأ جوه ال H2 ونشوف احنا عايزين نعمل ايه. طبعا أول حاجة أنت في عندك الكلمة بتاعت اليوز ميجا بوت 2، وعندك في جزء كده، الجزء دوت واخد باك جراوند عندي زي ما انت واخد بالك كده، وواخد في دي اللي حوالي دي صورة، فاحنا محتاجين ان احنا نخرج الكلام دوت من ال H2. فهاجي هنا ممكن نقول له كده ده ديف مثلا نسميها تايتل هيدر مثلا. دي ديفاية التايتل هيدر دي فيها تكست مثلا، التكست ده برضه H2، ونسمي ال H2 ديت سمبليفاي، فناخد كلمة سمبليفاي دي نحطها هنا، وهنحط بس معاه الصورة بالمنظر ده. فنقول له كده image دوت سلاش assets image، وهنا اسمها تايتل افكت بالشكل ده. تعالى كده نروح نشوف الشكل بتاعه، هتلاقي ادي الصورة بتاعتي اهي اللي احنا عايزينها، وادي سمبليفاي، وادي الحاجات بتاعتنا دي كلها. طيب بعد كده محتاج تعمل ايه؟ محتاج ان انا انزل تحت الديف دي بقى، اقول له اعمل لي H2 تاني، وجوه ال H2 التانية ديت عايزين نكمل باقي الجملة اللي موجودة اللي مكتوب فيها your life بالشكل ده. فكده احنا عملنا الهيدر تكست بتاعتنا. طيب دي الهيدر او البانر هيدر كلها، فاحنا هناخد البانر هيدر كلها ديت ونبدأ ان احنا نشتغل عليها. طيب لو انت جيت بصيت كده هتلاقي ان يعتبر الجزء ده كده جوه الكونتينر، فاحنا محتاجين ان احنا نظبط الكلام ده اللي جوه الكونتينر ده. طيب محتاجين نعمل ده ازاي؟ احنا الاول لو انت خدت بالك كده هتلاقي في مسافه ما بينه وما بين مين؟ ما بينه وما بين الناف بار. طيب فاحنا محتاجين نيجي كده ناخد الراجل ده الاول. طبعا هو بالنسبه للكونتينر هو البيرنت بتاعه، فتعالى نقول له هنا هات البانر، هات لي الكونتينر اللي جوه البانر. تعالى ننزل تحت نقول له كده هات البانر، هات الكونتينر، هات الهيدر تكست بتاعتنا او البانر هيدر ديت، ونشوف احنا عايزين نعمل فيها ايه. طيب اول حاجه لو احنا جينا بصينا كده هتلاقي ان العناصر بتاعتك كلها عشان بلوك فكلها جايه تحت بعض زي ما انت شايف كده. فاحنا محتاجين نعمل ايه الاول؟ تعال الاول كده نظبط بس يبقى الشكل بالنسبه لنا واضح. تعال ناخد الكونتينر بتاعنا ده الاول، ونقول له ان احنا عايزين هنا الكونتينر ده يبقى المينيمم هايت بتاعه مثلا وليكن 30 في اتش. طيب لو احنا جينا بصينا دلوقتي كده ال 30 في اتش دول انا مش شايفهم قدام عيني. طب انا زي ما قلت لك انا بحب اتاكد دايما بالباك جراوند. تعال نقول له باك جراوند كلر ريد كده، هتلاقي ان ادي الشكل بتاعه 30 في اتش اللي احنا عايزينه. محتاجين نعمل ايه بقى بعد كده؟ محتاجين ان انا اجي للبانر بتاعي ده واجي اديله، ممكن نديله ديسبلاي فليكس بالشكل ده. ولو جيت هنا قلت له جاستيفاي كونتنت سنتر، بص هتبدا تلاحظ اللي انا عايز اعمله. ايه اللي حصل ده بقى؟ ان هو بدا يجيب لك العنصر ده في النص. هل احنا عايزين نعمله بالمنظر ده او بالشكل ده؟ يعني في الاغلب بس خلي بالك ان انت هنا ان الهايب بتاعك بدا يضرب، لان انت لما عملت جاستيفاي كونتنت سنتر بدا ان هو يعمل ايه؟ بدأ إن هو يسترتش على الأيتم بتاعه كله. لو أنا قلت له align items center هتلاحظ الفرق اللي هيحصل دلوقتي. أنا بقى بالمنظر ده كده. طيب فإحنا محتاجين نعمل إيه؟ إحنا كده وصلنا لجزء كويس أوي، إن أنا خليت التكست بتاعي الدنيا فيه زي الفل.
وبقى مظبوط، بس هو بقى في السنتر. وهنا لو انت بصيت في الحته دي مش هتلاقيه بقى، مش هتلاقيه في السنتر. هو مش ده نفس اللي احنا محتاجينه. طب فاحنا كده محتاجين نعمل ايه؟ احنا مش هينفع نستخدم المبدأ اللي احنا عملناه ده، لان انا التكست بتاعي ده كله مش موجود في النص هنا. فاحنا محتاجين نعمل ايه بقى؟ نظبط الجزئيه اللي موجوده دي. طب نظبطها ازاي؟ احنا هنيجي هنا كده بكل بساطه ونبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نشيل فكره الفليكس اللي موجوده هنا، وهندي للبانر ده كده كده بوزيشن ريلاتيف. طيب وبعد كده فكره الكونتينر هنا ممكن برضو ما نستخدمهاش. نيجي للهيدر ده على طول، نيجي نقول له بوزيشن ابسوليوت، ونقول له في التوب بتاعك يكون 30. طيب لو انت خدت بالك كده هتلاقي ان هو تقريبا غطى على كل الكونتنت اللي موجود عنده، او مش على كل الكونتنت بقى، ده غطى على مين؟ على الناف بار بتاعك. طب ليه غطى على الناف بار بتاعي يا عم؟ ما تيجي كده نديله باك جراوند كلر، شوف هو ايه اللي حصل. تلاقي ده الجزء بتاعي. طب ايه اللي حصل؟ ان الريلاتيف بتاع البانر ده هو اللي عمل لي المشكله. فاحنا بس كل اللي محتاجين نعمله ان هي لعبه زد اندكس مش اكتر. احنا هنيجي هنا نخلي الراجل ده يكون الزد اندكس بتاعته 9. صح كده؟ احنا في الناف بار بقى مش هنا. نطلع دوت للناف بار، هتلاقي الناف بار بتاعك بدأ يظهر تاني، مبقاش فيه أي مشكلة. ايه الجزء التاني بقى اللي احنا محتاجين نعمله بعد كده؟ ننزل للهيدر بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده. على نقرب دول شوية بالمنظر ده عشان يبقى بس الدنيا متظبطة عندي. ممكن نديله هنا كده ويتس حوالي 80% مثلا عشان يبقى ده الشكل بتاعه. ونديله تكست، او بلاش بقى تكست، الله سنتر، اصبر هنظبطها دلوقتي. محتاجين انها دلوقتي الهيدر بانر ده، وانا جيت بصيت هنا كده هتلاقي ان كل دول بالنسبه لبعض سيبلينج. طيب فاحنا محتاجين ان احنا نجيبهم جنب بعض، نقول ديسبلاي فليكس بالشكل ده. طيب وبعد كده جاستيفاي كونتنت سنتر عشان نجيبهم في النص بالشكل ده. ايه الجزء الثاني اللي بعد كده اللي احنا محتاجين نعمله؟ الفكره عندي كلها في الصوره وكلمه سمبليفاي اللي موجوده عندي. فاحنا محتاجين نعمل ايه؟ لو انا على سبيل المثال كده رحت جاي شايل دي، يعني جيت عملت كومنت هنا كده، ايه اللي حصل؟ الدنيا اتظبطت صح؟ طيب نفس الفكره بالظبط كده. لو انت رحت جاي هنا واخد التايتل هيدر ده، ورحنا جايين كده قلنا له يا تايتل هيدر احنا عايزينك بوزيشن ريلاتيف. طيب ليه بقى؟ لان انا هاجي دلوقتي اخد الصوره بتاعتك اهو كده، هاخد الصوره بتاعتك وهقول لها بوزيشن ابسوليوت، وهنديها توب 50% بالشكل ده. طيب تعالى بقى دلوقتي نشيل كده الكومنت مثلا بتاعنا اللي على الصوره دوت، وتعالى نشوف احنا عملنا ايه. ده الشكل اللي احنا عايزينه او اللي احنا وصلنا له. طيب وبعد كده محتاجين نعمل ايه؟ بعد ما انت اديتها توب 50% وهنديها ليفت 50%، لان احنا محتاجينها في السنتر بالنسبه للعنصر بتاعنا. ناقص بس حاجه اخيره ان احنا نديها ترانسفورم ترانسليت ونقول له سالب 50 سالب 50 سالب 50% على الاكس وسالب 50% على، فتلاقي ده المنظر بتاعها بالشكل اللي انت شايفه ده. بس طبعا هي مغطيه المساحه كلها. طب ليه هي مغطيه المساحه كلها؟ لو انت جيت مثلا دلوقتي خلينا الهيدر تايتل ديت ليها باك جراوند مثلا وليكن ريد، بلاش بقى ريد، ممكن نغير بقى نخليها يلو مثلا. هتلاقي ده الشكل بتاعها. ايه اللي حصل؟ هي خرجت بره البيرنت صح؟ او مساحتها بقت اكبر من البيرنت اللي موجود. طب ليه؟ عشان هي دي صوره. فاحنا محتاجين ان احنا نخلي الصوره دي كده الواتس بتاعها 100% من مساحه البيرنت الموجود. فبص ده بقى المنظر اللي بدأ يتظبط معانا، او ده اللي احنا محتاجين ان احنا نعمله. بقت بتفت الكونتنت اللي موجود عندي. طيب محتاجين نعمل ايه تاني بعد كده؟ هنظبط لسه الحته دي، ولكن تعالى بس الاول نيجي هنا نجيب ال H2 اللي موجوده عندنا كلها، ونخلي الفونت سايز بتاعنا يكون مثلا حوالي 3 رمز بالشكل ده. احنا طبعا كلها H2 صح كده؟ بالظبط، بس احنا خدنا اللي جوه الهيدر بس، فاحنا مش محتاجين اللي جوه الهيدر بس، احنا محتاجين اللي جوه البانر. فاحنا بس هناخد دي كده هنا كده نطلعها فوق، ونخليها تبقى البانر هيدر عشان يجيب لي كل ال H2 اللي موجوده عنده جوه. هتبقى بالشكل ده. طيب ايه تاني اللي احنا محتاجين نعمله؟ احنا محتاجين ان الهيدر ديت تكون الواتس بتاعتها بيفت كونتنت. طيب والواتس بتاعتي او الصوره بتاعتي دي دلوقتي لو احنا مثلا شلنا ال 100% دي، هتلاقي ده المنظر اللي بدأ يحصل بالشكل ده.
إحنا كده إلى حدٍ ما بدأنا نضبط الدنيا. كل بس اللي أنت محتاج تعمله إن أنت محتاج الH2 اللي على الشمال والH2 اللي على اليمين يبعدوا شوية عن ده وعن ده. طب ممكن نعمل ده إزاي؟ إن إحنا ممكن نيجي هنا كده من الheader أو الtitle header ده، نبدأ ندّي له margin فوق وتحت 0 ويمين وشمال 2. فهتلاقي كده الدنيا بدأت تضبط معاك بالمنظر اللي أنت شايفه. طيب لو أنت خدت بالك كده اللون الأصفر اللي موجود عندي ده، إحنا ممكن نقول له هنا كده padding 6/10 رِم و1 و2/10 رِم بالمنظر ده. تلاقي ده الpadding كده بدأ يتضبط معاك. طبعًا لو أنت خدت بالك مش هتلاقيهم كلّهم على نفس الline. طيب محتاجين نعمل إيه؟ هنشوف الflex اللي إحنا كنا مدّينه له ونقول له align items. فكده بدأوا يتسنطروا مع بعض والدنيا بدأت تكون ألطف حاجة إحنا محتاجينها. ناقص بس حاجة صغيرة جدًا وهي إن أنت الpadding اللي أنت اديته هنا أنت مدّيه للجزء ده. إحنا بس ممكن نعمل إن إحنا الH2 اللي جوّه الheader title لو إحنا جينا عملنا كده وقُلت له هات الH2 دوّة، ادّي له هو الbackground color yellow بالشكل ده. هتلاقي ده المنظر بتاعه، ممكن ندّي له هو بقى الpadding بالشكل ده. طيب إيه تاني محتاجين نضبّطه؟ إحنا الpadding بتاعنا طبعًا لو أنت خدت بالك كده هتلاقيه كبير جدًا على الصورة وإحنا مش في نفس الdesign يعني. الdesign لو أنت خدت بالك كده هتلاقي فيه مسافات تقريبًا كاد تكون قد بعضها. طب إحنا محتاجين نعمل ده إزاي بقى؟ إن أنا ممكن آجي هنا أدّي بقى لدوّة padding كده وأقول له الpadding بتاعك وليكن مثلًا لو أنا خلّيت 1 جنب مثلًا من كل ناحية هتلاقيه بقى بالمنظر ده. بس الصورة بتاعتك بدأ يبقى فيها مشكلة. فإحنا بس كل اللي إحنا محتاجينه إن إحنا ممكن نقول له هنا الpadding بتاعك زي ما هو 1 رِم بالشكل ده، وتعالَ نصغّر دوّة كده شوية نخلّيه 1. فبدأت إن هي إلى حدٍ ما تضبط معانا شوية، ممكن نخلّيها حوالي 8/10 بالمنظر اللي أنت شايفه ده. كده الدنيا بدأت تتضبط معانا وبقت الدنيا جميلة. كل بس اللي أنت محتاج تعمله بدل ما أنت عامل اللون الأصفر ده، أنت هتحتاج إنك أنت تاخد اللون اللي موجود عندك اللي هو طبعًا أنت الألوان دي كلّها المفروض تكون موجودة عندنا في الroot عشان زي ما قُلنا ما لناش علاقة أصلًا بالdesign بتاع Figma ده إحنا بنقلّده بس مش أكتر. بعد كده محتاجين نعمل إيه، بعد ما خدنا اللون بتاعنا تقريبًا هو ده نفس اللون بالضبط، نفس اللون. محتاجين إن إحنا نخلّي دوّة يكون var والcolor بتاعه بقى يكون var الmain color بتاعنا. تعالَ كده نشوف هتلاقي ده كده الدنيا بتاعتنا بدأت تتضبط. وتعالَ نقول للراجل ده هات الH2 كلّها خلّي الcolor بتاعك يكون var white باللون الأبيض عشان يبقى كلّهم باللون الأبيض ما عدا الراجل ده. أنا بقى ساعتها نشيل الcolor red بتاعتنا مش محتاجينها. وكده إحنا هنبقى عملنا الجزء بتاع ال الtitle اللي موجودة عندنا بالشكل اللي أنت شايفه. طب إحنا بس محتاجين نضبط الfont weight بتاعنا. فتعالَ كده نقول له هنا الfont weight بتاعنا تقريبًا حوالي 600 بالشكل ده، أو ممكن نخلّيها مثلًا 400. هيبقى دوّة sorry الfont weight. أدي الfont weight مثلًا بتاعي 400 بالشكل اللي أنت شايفه ده. طيب طبعًا أنت لو خدت بالك الجزء اللي موجود عندي هنا دوّة لو إحنا جينا بصينا كده كانت في حاجة إحنا مدينها width 80% أهوّة، إن الleft بتاعك 50% بالشكل ده. تعالَ كده نشوف لو إحنا بصينا هتلاقي ده ال50% هو فعلًا اترمى على الleft 50% بس محتاجين نقول له transform translate x -50% بالشكل ده. فكده بقى العنصر بتاعي متضبط وموجود في السنتر زي ما إحنا عايزين. بعد كده محتاجين نعمل إيه بقى؟ طبعًا لو أنت جيت بصيت كده هتلاقي إن الtitle header بتاعتك دي كلها من ضمنها الجزء اللي موجود أو الباراجراف اللي موجود عندي، لأن هو نفس الفكرة. بُص لو إحنا جينا مثلًا جيت أنا عملت كده مثلًا، جيت قُلت له هنا مثلًا باراجراف lorem أي حاجة مثلًا عندي، وجينا بصينا كده هتلاقي إن الباراجراف بتاعي موجود فوق أهو. مش عارف أنت واخد بالك منه والّا لأ، بس هو موجود فوق عندي في الآخر خالص. طيب فإحنا كده هيبقى عندنا في الstructure بتاعنا مشكلة كبيرة جدًا في اللي إحنا عملناه وده ما كناش عاملين حسابه. وهو إن أنا دوّة لمّا خدت flex فعشان يجيب العناصر دي كلها جنب بعض. فإحنا ممكن نعمل إيه بقى؟ ممكن نقول له هات لي ده كده ونقول له هنا dot banner header text أو مثلًا title ونحط جواه الكلام ده. طبعًا إحنا أول ما نعمل كده هتلاقي الدنيا بدأت تبوظ تاني. طب ليه؟ لأن دلوقتي أصبح إن الparent بتاعنا مش ده.
البيرنت بتاعنا بقى ده. أنا بس كل اللي أنا محتاج أعمله إن أنا هاخد الراجل دوت كوبي، وأروح أدور على البانر هيدر بتاعي دوت أهوت اللي بالشكل ده، وهقول له تعالى هنا خلي ده يكون البانر. طيب كده الدنيا رجعت تاني زي ما كانت. طب ليه أنا عملت ده؟ لأن بس الفكرة كلها إن ده هيبقى موجود هنا لوحده، وبعد كده هيكون عندي بانر هيدر ديسكريبشن وجواه البي بتاعتي، وتعالى نقول له لورين زي ما عملنا كده ونشوف. هتلاقي برضو ان التكست بتاعي بدأ يطلع فوق. طب احنا كده استفدنا ايه؟ ما احنا عملناش حاجة، تقريبا هي نفس الفكرة اللي انت عملتها من شوية. طب ده ليه حصل برضو معايا؟ لان انت لو جيت بصيت هتلاقي ان احنا الجزء اللي كنا مدينه بوزيشن ابسوليوت هو انهي جزء؟ الجزء بتاع البانر هيد. فاحنا بس محتاجين ان احنا نخليه ان يكون كل ده هو اللي واخد البوزيشن ابسوليوت بالمنظر ده. فتعالى كده احنا بس ممكن حاجة صغيرة جدا ان شاء الله، مش هنعدل كتير. هاخد ده كده واقوم قايل له هات لي البانر هيدر بتاعتي بالشكل ده، وهاجي هنا هاخد بس المجموعة بتاعة الحاجات دي كلها. تعالى بس ايه نظبط الدنيا بتاعتي. هتلاقي كده الدنيا الحمد لله اتظبطت عندي وكل حاجة بقت زي الفل، وادي الباراجراف بتاعي اتظبط ودنيته بقت تمام. كل بس اللي انا عملته ان انا جمعتهم في بيرنت، والبيرنت ده بقيت بتحرك بيه هو عشان يبقى هو اللي بالنسبة لي واخد البوزيشن كلها. محتاجين نعمل ايه بعد كده؟ ان انا عندي الباراجراف لو انت خدت بالك كده هتلاقي مساحته اصغر من المساحه اللي موجوده عندي، فاحنا بس ممكن نعمل حاجه صغيره جدا ان احنا ناخد الديسكريبشن ده بالشكل ده كده، وتعالى نقول له هنا ادي الديسكريبشن دوت هات الباراجراف اللي جواه، خليه الاول حاجه تكست الاين سنتر عشان يجيب لي العنصر بتاعي كلها في النص بالشكل ده. وعايزين برضو نخلي الكلر باللون الابيض، ادي الكلر بالابيض. وتعالى نديله opacity 50% اللي هي نص عشان يبقى ده الشكل بتاعه. وتعالى نقلل الواتس بتاعه، فهنقول له إن الواتس بتاعك حوالي مثلا وليكن 60% بالشكل ده. وآخر حاجة هنقول له margin auto عشان نسنتره في النص بالشكل ده. طبعا هو تقريبا أصغر من ده، بس احنا لو ظبطنا الفونت سايز فتعالى نقول له كده الفونت سايز بتاعك 1.5 رينج بالشكل ده عشان يبقى ده المنظر بتاعنا. ونديله فونت ويت حوالي 300 بحيث إن هو يكون لايت بالشكل ده. أنا ممكن نخليها 200 كويسة، ده 200 أهو. ونديله بس حاجة صغيرة كده للراجل اللي موجود عندي ده اللي هو الديسكريبشن، نقول له مارجن توب 1 فريم عشان يبعد عنه شوية صغيرين بالمنظر اللي احنا شايفينه. طيب برضه لو خدت بالك كده اللاين هايت ما بينهم أكبر شوية من اللي موجود، فتعال نقول له هنا كده لاين هايت. لو احنا بص ادينا له 2 هتلاقي المسافات بعدت زي ما احنا عايزين كده، بس احنا مش عايزينها 2، احنا عايزينها مثلا 1.5 عشان تبقى بالمنظر ده. طيب ايه الجزء اللي بعد كده؟ الجزء اللي بعد كده ان احنا محتاجين نحط ايكون وجنبها كلمة ستارت فري تيرم. طيب تعالى نروح نعمل بقى الكلام ده. نيجي هنا هنزل في الجزء اللي بعده نكتب هنا فري داش وبعد كده نقول له ان احنا عندنا هنا ايكون، والايكون دي احط الايكون بتاعتي، وعندي هنا مثلا وليكن اتش 6 بالشكل ده، واكتب فيها الكلمة بتاعت ستارت فري. تعالى هنا نقول له ستارت فري بالشكل ده. طيب ايه الايكون بقى بتاعتنا؟ احنا عايزين نجيب الايكون بتاعت البلاي دي، فتعالى نروح هنا للبوت ستراب ونقول له نطلع بقى فوق خالص كده، هناخد الكلام ده نطلع فوق ونقول له ان احنا هنا عندنا بلاي، عايزين الايكون بتاعت البلاي دي اهي، ممكن ندوس عليها بالمنظر ده، فراح جاي فاتحها لك كده بالشكل اللي انت شايفه ده. قال لك لو انت عايز تحطها جوه بوتن او مش عارف ايه يوريك شكلها يعني. وجاي هنا بعد كده جاب لك التاج بتاعه، هو ده التاج اللي انا عايزه، هاخده زي ما هو كده بالمنظر ده، اقوم جاي حاطه بالشكل ده. تعالى كده نروح نشوف، لو انت جيت بصيت هتلاقي ادي الايكون بتاعتك موجوده بالمنظر اللي عندك. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نخليها في النص، فانا هاخد الفري
ديت ونقول له تعالى هنا خلي التكست align center بتاعك. فالراجل ده جه في النص بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب بعد كده احنا عندنا ايه؟ عندنا الايكون دي وعندنا الراجل ده. محتاجين نعمل ايه؟ هنقول له display flex justify content center align items center بالشكل ده. فبقوا كده جنب بعض بالمنظر اللي انت شايفه. بعد كده محتاجين ان احنا نديله جاب. الجاب هيكون حوالي 1.5 رم عشان يبعد دوت عن ده. وهنديله مارجن توب. المارجن توب حوالي 1.5 رم برضو عشان يبعد عن العنصر اللي موجود فوق. وهنكبر الفونت سايز بتاعنا، فهنروح ناخد الراجل ده ونقول له هات ال H6 اللي موجودة عندك، خلي الفونت سايز بتاعها حوالي 1.5 رم بالشكل ده عشان تبقى بالمنظر اللي انت شايفه. وهنخلي الكلر بتاعها يكون باللون المين كلر اللي موجود عندنا. طيب بعد كده محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ان احنا نجيب الايكون. هاخد الراجل ده كده وهقوم جاي هنا قايل له هات لي الإضافية اللي اسمها ايكون، وتعالى جوه اديها ويدث 3 رم مثلا، هايت 3 رم، ويديها بوردر اللي هو البوردر بتاعنا وهو بوردر، ويديها بوردر كلر. هنشوف شكله كان عامل ازاي، لونه ابيض، فنقول له البوردر كلر بتاعك باللون الابيض. طيب وبعد كده محتاجين نديها بوردر راديوس 50%. والايكون بتاعتنا بعد كده هناخد الراجل ده ونقول له روح هات الايكون بتاعتنا، خلي الفونت سايز بتاعها حوالي 1.5 رم. لو انت بصيت كده هتلاقي حجم الايكون كبر شويه، ونديها color for white. فادي شكل الايكون بتاعتنا. محتاجين بس ان احنا ممكن نكبرها شويه، نخليها مثلا وليكن 8 بالمنظر ده. طيب محتاجين نعمل ايه بعد كده؟ نخليها في السنتر بالنسبه لنا. طب في السنتر ازاي؟ هي يعتبر جوه بوكس، البوكس ده 3 في 3، فاحنا محتاجين نسنترها بالنسبه للبوكس، فهنديها ديسبلاي فليكس وجاستيفاي كونتنت سنتر عشان نجيبها على الاكس اكسس في النص، وعلى الاونلاين ايتمز الواي اكسس برضه في النص. فهتلاقي كده اتسنترت معانا بالشكل اللي انت شايفه ده. كده احنا يعتبر خلصنا الجزء بتاع المسج اللي موجوده عندنا هنا. طيب ايه الجزء بقى بعد كده؟ احنا محتاجين ان احنا البانر بتاعنا ده كله احنا خلاص خلصناه، مش محتاجين منه اي حاجه. محتاجين ان احنا ناخد شويه الصور اللي موجوده عندنا ونبدا نظبطها او نظبط الدنيا فيها. زي مثلا ان احنا عندنا الريبوت ايمج، هنحط هنا صوره ونقول له هات لي الريبوت ايمج ديت. فعندي الريبوت بتاعي، هتلاقي الريبوت بالشكل ده. محتاجين نعمل ايه في الريبوت ده؟ ان احنا نسنتره يعني وهننزله في التوب تحت او في البوتون يعني تحت. ومحتاجين ان احنا عندنا هنا شيب 1 وعندنا شيب 2. الشيب 1 ده هيبقى فيه image دوت سلاش ده 1، وتعالى هنا image دوت سلاش images 2. تعالى كده نشوف ادي الايكونز بتاعتنا اهو، او يعني الشيبس بتاعتنا اهي، وادي الراجل الجميل. تعالى بقى نبدا نشوف احنا عايزين نعمل ايه. احنا هناخد الريبوت ايمج دي ونقول له تعالى عند ريبوت ايمج هنا دوت ريبوت ايمج، ونقول له بوزيشن ابسوليوت بوتوم 0 وليفت 50%. فكده هو بالنسبه لي بقى في ال 50%. محتاجين بس ان احنا نسنتره في النص، فنقول له ترانسفورم ترانسليت على محور الاكس بسالب 50% بالشكل ده. فكده العنصر بتاعي والاليمنت بتاعي بقى في النص. بس محتاجين ان احنا ممكن حاجه صغيره جدا في البانر، ان احنا نخليه يكون حوالي مثلا 150 اتش بالمنظر عشان يبقى ده الشكل بتاعه. طيب هنا برضو احنا التوب بتاعنا اللي هنا ده كبير شويه، فاحنا ممكن نخليه يطلع سنه او تمام كده زي الفل بالظبط، عشان لما نيجي نعمل سكرول يلحق دوت ياخد الباك جراوند بتاعنا. محتاجين بعد كده نعمل ايه؟ محتاجين بقى ان احنا نظبط دول كمان. فاحنا ممكن نيجي ناخد الشيب 1 ده وناخد الشيب 2 برضو، لان الاتنين هياخدوا بوزيشن ابسوليوت، بس هيكون باختلاف المكان بتاعهم هيكون فين. الشيب 1 دوت هيكون حوالي مثلا توب
30% بالشكل ده، والشيب 2 هيكون حوالي، بس من البوتوم بقى هيكون برضه حوالي 30% بالشكل ده، ولكن هنجيبه ناحية الرايت حوالي 30%. 30 دي كتيرة، ممكن نخليها مثلا 10%، وبرضه ال 30 دي كتيرة ممكن يعني احنا محتاجين نزودها شوية نخليها 60% أو يعني 40%. حلو أوي، يبقى بالمنظر ده كده. كده احنا هنبقى عملنا يعتبر نفس الشكل اللي موجود ده أو حاجة قريبة منه كتطبيق لينا، بحيث إن احنا نقدر نستفيد بجزء ال CSS ونبدأ إن احنا نشتغل بنفس الحاجات اللي احنا عملناها دي. طبعا حتة لما نسكرول دي نغير الناف بار، فدي وظيفة الراجل بتاع الجافا سكريبت، فاحنا مش هنعمل الكلام ده دلوقتي، او مش محتاجين. لو انت بتتعلم لسه ال CSS مش محتاج تعمل اي حاجة غير انت بس تطلع شكل الديزاين دوت. وده كان فيديو النهارده، ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو